ماكو شيء بالحياه سهل. العام بنيه قالت لي استاذ احس كل شيء صعب، فتره المراجعه تعرفون يبدي الانسان يهوجز اكثر من هسه، طبعا اخاف تقول لي انا بعدني من هسه وهوجز. فقلت لي استاذ احس كل شيء صعب ما اقدر اكمل. فقلت لها هو منو قال لك الحياه بيها شيء سهل حتى تحسين كل شيء صعب؟ هو هذا احساسك صحيح، يعني بديتي تفكرين، لانه هذا اللي شايف الحياه جدا سهله ومعود بليله الامتحان، معود بفتره المراجعه، هذا ما شايف الحياه صح. قلت لها لو كل شيء سهل كلنا نجيب معدلات، كلنا ننجح، كلنا عندنا سيارات، كلنا عندنا فلوس، كلنا اغنياء، كلنا مشاهير. هاي الشغلات اللي ذكرتها انا ما تجي بسهوله، لا الاموال بالدنيا، لا الاشياء اللي نشتريها، لا الشهره، لا النجاح، لا المعدل العالي. فكل شيء يحتاج له جهود، لانه مبدا الحياه انطيها وتنطيك، ازرع وتحصد. هاي الحكي اللي اقوله حتى امهد لك للقادم. القادم لما اقول لك كملنا السكشن الاول وتحسين روحك مو كلش ضابطته، لانه شيء غريب عليك، 4 تمارين، اول مره ناخذ ادب، طبيعي تحسين مو كلش ضابطه. بس المو طبيعي بتلتزمين وما تقرين بالامتحانات اللي اسويها، لان هذا الامتحان راح يخليك تراجعين. من تراجعين بذكاء وحب ومسوده وتخطيط وورقه وقلم، تصير بعدين الحياه سهله قدامك، فتقومين تحققين اهدافك. من جانب اخر ايجابي انه الاسئله نصا من التمارين، هذا الجانب الايجابي الاخر.